بفرنكونا أصلا شر و فتشونا لروجلات نامين كو لديجي بين ودا فازين جلالين سالفدرا كومبليا ناب دولتي يا كود الشخص ربرا عبد الله أوجلان دا قلي كود كر أرمانج أد كومبليا كو نرخين دوستاني و مروباتي كو ولاد روجاواي هردم خواه قوان ددن ناسرين کوچکر ات کمپلیا هوانه کود شخص ریبر او جلانده گل دیروک او چاندا کردی آرمانج کرد تمی کو کریارین و روش به خواندن او پلانین نوین هوانه پیک دینن لیله همبر برخدانا مزن آکو ریبر آپولی زندان او گریلای قهرمان لیچیای کردستانی نشان دادن همو پلان او آرمانجین کوچ دبن او دک دچن هم جارکتن لی همبری کن گرانا بکین او هرسکه مزین محاسبات پیشواز دکین کندلیا کوشبو همو آلیان و والا درکت دبی بیرانی به اشت ام بانکی جواکا نابلتوی او سازین پیواندیدار دکین کوشبو راوستاندنا تجلیل لسر ریبر آپو تمثیلیت بکوین ناوا لب او تبگرین او دستور بدن کو پاریزر بری بردیره هبیتن پیک بینه دولت ترک آدا گرکر جبو کو برخودانا گلی ماشی هولی رابکه او جبو ترکرنا ایلن خواهین شوفانیست تجاری دودلی نبو کو همو چک نوشن او قدخه لتجی اراده گلی ما او گلین حریم بکار بینه او به بلندکونا آسا برخودانی لچیای کردستانی او بسکنا لهنگین ما لهنبری زن او سوداریه وی دشمنی همو چکه نوشن او قدخه بکار آنی بری لی آگیری درسن جودی او چلی بکار آنیه یه او نهاشی لی زاب آباشین او متینای بکار تینه لیلی همبر هگرتنا برخودانا گل آبی گریلای را دشمن نکاری تو سرگفتنین گرین بدست بخه او لگل دلیل اشکره کو کارانین آبان چکان او شعالین فاشیسم و اثبات که جواکان دولتی نکاره بو اردوغان راوستینه اوه ده سینوره و ده بسکنینه بلی بونه ام بانک لسازین پیوندیدار این وکر لطوین یکوی او رخستنا و دخترنا چکان دکن کو بدس و بس مفلیاتا کارانینا بان چکان بکن کو بینا گلیمه لکوشه او بانک لحیزن دموقراطیک ین جهان دکن کو دخت لبه رژیما فاشیسم که کو دست دجی کریارین خواهین دشمنان ین لدجی گلی ما یه برخوادر برده ام بانک لی امریکا اوروپا جی دکن کو دستکا خوایا بسینور آشبو اردوغان راوستینه او بنرتا چکن کو گلی ما لکوشه راوستینه هر وها ام بانک لی همو گل او رخصرین آزادی خواست دکن کو نراسیبونا خوایا لدجی پیکانین دولت ترک این لی همبری گلی مایی کرد ای جبو آزادی آوی تیت کشن و زندر بکن دلی سالوگری ده ام دست نشان دکن کو دلی گلی مایی کرد لی هر داری نزا خواه او دنگی خواه لچار آلین جیهانش بو تأشیر کرنا فاشیزما بکیک کو ام دقاست دکن کو گلی ما وی میدنگ نمینه اوی بلی همو هزا خواه لتشیله اداگر کریه لی همبر خواه بده هر وها ويرفن خوال لبشت گریلاین کو وینا گلیمه نشبو سرگفتنی بکیک هر سالک کو بسر کمپلیه را در باس دبه اشامه مزندر دبه لیا کو دکبه سر ملیمه اوه کو ام تکوشینا خواه مزندر بکن شو برخ زندرنا گلیمه کردکرنا پرگالا خواه یا پاراستنی پروژه کوری بردی جبو آزادی جن او جواک دایه دست بکرن تمام بکن سلاش بو گریلاین لزاب آباشین قومتینا گریلاین خوبه اراده اخوال دیجی همو چکن پیشکتی او قدقه شردکن او لبر خواه دیدن بمره اردوغان او رژیماوی فاشیست سرگفتن جبینا گریلای را بشیره برابو بمره هزین کمپلکت بسروک شیان نابه بسروک شیان نابه بسروک شیان نابه بسروک شیان نابه بالتزامن مع ارتفاع حدة الصراع في الشرق الأوسط رغم من إرادة الشعوب وتطلعاتها تمر علينا ذكرى السنوية الرابعة والعشرين للمؤامرة الدولية التي استهدفت الشعب الكردي في شخص القائد عبد الله أوجلان، المؤامرة التي أفرغت قيم الصداقة والإنسانية
التي طالما تباهت بها الدول الغربية. هذه المؤامرة الشنيعة التي استهدفت أسر شعب وتاريخا وثقافة في شخص القائد وجلاله، وعلى الرغم من قيام فاعليها بحتك ألاعيب ومخططات دنيئة جديدة يوم بعد يوم، باءت بالفشل وأحبطت كل أهدافها التي كانت ترمى إليها أمام المقاومة العظيمة التي أبناها القائد آب وفي الأسد والجليلة العظيمة في جبال كردستان. مرة أخرى ها نحن نستقبل شهر شباط مزيدا من السخط على مدبري المؤامرة الدولية في شخص القائد آبو الذي أفشل المؤامرة بكل جوانبها من خلال مقاومته البطولية وصموده أمام العزلة والتجهيد. وبحلول هذه الذكرى الأليمة نناشد المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية بالتدخل السريع لوقف العزلة والسماح للمحامين بلقاء القائد. إن دولة الاحتلال التركي ومن أجل القضاء على مقاومة شعبنا لم تتردد يوما في استعمال كافة الأسلحة الحديثة والممنوعة ضد إرادة شعبنا وشعوب المنطقة لإشباع غرائزها الشوفينية. ومع تصاعد المقاومة في جبال كردستان وصمود أبطالنا في وجه آلة القمع، لجأ هذا العدو إلى استعمال كل الأسلحة الحديثة والمحظورة، علما أنه استعملها قديما في آجري ودير سمجودي جلي، وحديثا في زاب وأفاشين ومدينة. ومع اقتحام مقاومة الشعب مع الجريلة ظل هذا العدو عاجزا عن تحقيق أي انتصارات تذكر. ومع الأدلة الدامغة التي تثبت استعمال هذه الأسلحة من قبل الفاشية ظل المجتمع الدولي عاجزا عن لجم أردوغان وإيقافه عند حده. من أجل ذلك نناشد المؤسسات المعنية كهيئة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة بالتدخل السريع لوقف استعمال هذه الأسلحة وقتل إرادة شعبنا. كما نتوجه إلى القوى الديمقراطية في العالم بالضغط على هذا النظام الفاشي لوقف أعماله العدائية ضد شعبنا المقاوم. كما نناشد كلا من أمريكا وأوروبا بوقف دعمها اللامحدود لأردوغان وتوقيف تصدير الأسلحة التي يقتل بها أبناء شعبنا. كما ندعو جميع الشعوب والتنظيمات الحرة إلى تصعيد موقفها الرافض للممارسات التركية تجاه شعبنا الكردي الذي يناضل من أجل تحقيق حريته. بهذه الذكرى نؤكد على شعبنا الكردستاني في كل مكان أن يوحد قواه ليوصل صدى صوته إلى كل أصقاع العالم لفتح الفاشية. ونؤكد بأن شعبنا لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيقاوم هذا الاحتلال بكل الوسائل الشرعية الممكنة، وسيوحد صفوفه خلف راية الجريلة التي هي إرادة شعبنا من أجل تحقيق النصر. كل عام يمر على المؤامرة تكبر آلامنا، لكن ما يقع على عاتقنا هو التصعيد من نضالنا والعمل على تنظيم على جماهير شعبنا وتقوية منظومتنا الدفاعية وإكمال المشروع الذي ابتدأه القائد لحرية المرأة وتحرير المجتمع بأكمله معها. تحية إلى الجريلة الصامدة في زاب وأفاشين ومتينة، الجريلة التي تحارب وتقاوم بإرادتها كل الأسلحة المتطورة والممنوعة. الموت لأردوغان ونظامه القمعي، النصر لإرادة الجريلة. عاش القائد آبو، الموت للقوى المتآمرة.